يسترب لم يعجب بمستوى طاهر محمد طاهر إطلاقا. النادي الأهلي يكثف جهوده للتعاقد مع خدمات إبراهيم دياباتي ويأمل على حسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن. نادي الزمالك يعلن إصابة خوان ألفينا في شد في العضلة الخلفية. يسترب يحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار بمباراة سيراميكا واللعب على الفوز فقط. أكد دكتور جاب الله أن إمام عاشور سيغيب بنسبة 100% عن السوبر، وكذلك أحمد رضا ومحمد شريف. وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مدينة العين بالإمارات لخوض بطولة السوبر المصري. قال ياسر إبراهيم: نحترم سيراميكا ولكن دوافعنا قوية للتتويج باللقب. قال وليد صلاح الدين لموقع في الجول: لم تحصل بيني وبين الشناوي أي مشكلة. أعلنت رابطة الأندية الإماراتية إقامة حفلة مقارنة من المطربين المصريين محمود الليثي وعمر كمال في المباراة النهائية لمباراة السوبر المصري. النادي الأهلي ينفي توقيع عقوبة مالية على زيزو نتيجة لإهدار ركلة الجزاء أمام المصري في الدوري، وأن كل ما يقال هي حملات ممنهجة من مسؤولين داخل الزمالك لضغط اللاعب النفسي. النادي الأهلي يقع في مجموعة دوري أبطال أفريقيا هي الأقوى، مكونة من يانج أفريكانز، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائرية. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. اشترك في القناة.